الله يعطيكم الصحة. وليداتكم ما تعطيوهمش التلفازه، وليداتكم ما تعطيوهمش اجهزه الكترونيه في 3 سنوات. راه هذا الجيل اللي عندنا اللي دائما اللي كيجيو عندي التوحد، طيف توحد، طيف توحد، راه ما كنشخصوا كنلقاو ان الطفل في 3 سنوات الاولى تفرض للتلفاز. كيفاش كنخرج على الطفل ديالي باش تفهموا شنو هو الادمان؟ اولا الايونات ديال الدماغ كندمرها للطفل ديالي، وسمحوا لي هذا الموضوع كنفعل فيه لانني كندمروا جيل، كدمروا ابنائكم، وغدا كتجيو تخلصوا فلوس وكتبكيو الدم، كتجيو كتبكيو الدم وتخلصوا فلوس صحيحه باش تعالجوا هذا المشكل، وخاصو وقت. الله يعطيكم السر. الطفل كيتفرج في التلفازه شنو معناتها؟ الطفل في 3 سنوات الاولى خصو ينمي واحد 5 ديال الحواس. بالتلفازه كيبقى داير كينمي حاسه البصر وحاسه السمع، الاخرين الكلام ما كيتنماش، التفكير ما كيتنماش، الحركه ما كيتنماش، اللمس ما كيتنماش، فالطفل كيكون عنده تاخر في النمو. يعطيكم الخير، ما تخرجوش على ابنائكم التلفاز، والله خوف على الاطفال وخوف عليكم نتوما كاباء. راه انا اللي كنشوف الاستشارات والحالات كيجيو الاباء كيبكيو بالدم، واقسم بالله كيقول لك احنا شنو ندير؟ ولده عنده تاخر في النمو، عنده تاخر معرفي في الدراسه، عنده تاخر في الكلام، عنده اضطراب الطيف التوحد. لكن الحمد لله باش ما نخرعكمش، الامر يعالج ما بين 3 جلسات الى 5 جلسات باذن الله تعالى، يعالج هذا السلوك باذن الله.